بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو انت بتنام في تكييف هتنام طول الليل مرتاح انت وابنك، وهتقوم الصبح تلاقي عندك مشكله وعذاب. ايه هي المشكله والعذاب الصبح؟ اولا هتلاقي ابنك ده بيحك دايما في مناخيره، ومناخيره فيها جفاف، وممكن تلاقيه بينزف من مناخيره. انت ممكن تلاقي دايما في احتقان شديد في الانف وحرقان في الانف، واول ما تقوم من النوم تعطس كتير ومناخيرك تنزل ميه، وحكه في الانف وحكه في العين وحرقان جوه جدا. الحاجه التانيه ممكن تلاقي دايما في جفاف في زورك وفي اكلان، وتقوم من ريقك ناشف جدا، وتحس كمان ان صوتك مبحوح الصبح، وممكن تحس بالم وضغط في الاذنين من جوه، وممكن لما تقوم من النوم تلاقي في دوخه. اعرف ان الاعراض دي كلها وراها اللهو الخفي اللي هو التكييف. علشان تتخلص من المشاكل بتاعة التكييف دي خاصة في الجو الصيف الحار ده، لازم تلتزم بالتعليمات اللي هقول لك عليها. اول حاجة، خلي درجة حرارة تكييفك فوق ال 25 26، ما تبقاش تحت كده. خلي اتجاه التكييف نفسه الهواء مش مباشرة عليك واولادك. اشرب ميه كتير جدا عشان تعوض الجفاف اللي موجود في الانسجه مع التكييف. حط طبق كبير بتاع ميه عشان يعوض درجه الرطوبه فيه. لو انت بتعاني دايما من الاعراض دي، دايما خلي اغسل الانف انت واولادك بمحلول ملح خاصه قبل ما تنام مباشره. لو انت عندك اي استفسار او اي مشكله بتحس بيها سواء ما تصحى من النوم او قبل ما تنام، سيبها لنا في تعليق وانا هرد عليك ان شاء الله. ما تنسوش دعم القناه، لايك، تشيروا الفيديو، ويا ريت تفعل الجرس عشان اي جديد يوصلكم ان شاء الله. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.